السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد من مطبخ هادي. اليوم عندي تدبيرة رائعة. البوراك يقعد لك ويشيط ما ياكلوش ولادك وتخبيه في الفريجيدير ومن بعد تولي يقعد سمانة ومن بعد ترميه. اليوم جبت لك تدبيرة رائعة ما تخطرش على البال. هنا عندي حبة بيض نضربها، وعندي مكون اخر دوك نشوفوه من بعد. هنا بعد ما ضربت البيض تقدروا تضيفوا له شويه ملح وشويه فلفل كحل. هنا عندي الخبز اليابس لا شابلور، وهنا عندي الزيت. نحكم هذاك البوراك نديرو في هذاك البيض ومن بعد نحطو في لا شابلور كيما راكم تشوفوا. درنا الزيت نتاعنا تسخن على نار متوسطه، نرمدو في هذاك الخبز البايت، نرمدو من قاع الجوانب ومن بعد نروح نقليه. هذه التدبيره رائعه تخلينا ما نبدلوش ما نضيعوش هذاك البوراك كل مره نرموه. تبدير ماشي مليح خاصة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. نديرو في الزيت كما راكم تشوفوا، نقليه على نار متوسطة، نحمرو من الجوانب. صدقوني هاد التدبيرة رائعة، هذه كنز باش ما نبدروش والبوراك نتاعنا يرجع احسن من اللي كان قبل. جربوها وردوا لي الخبر. وهنا رانا ضربنا عصفورين بحجرة واحدة، استغلينا هذاك البوراك اللي قادلنا واستغلينا الخبز اليابس. وهنا نشوفوه بعد ما كملناه جاء روعة، محمر مقشقش بنين ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتكتبوا لي في التعليقات واش رايكم. هنا سمعوا هذيك القرمشة. نتمنى تكون عجبتكم الفكرة وتطبقوها، وشكرا. نلتقوا في فيديو ثاني ان شاء الله.